بقى عن عودة الكابتن سيد عبد الحفيظ بأوامر من كابتن محمود الخطيب. هل الكلام ده صح ولا لا؟ إقالة خالد بيبو، هل الكلام ده صح ولا لا؟ إقالة مارسيل كولر بعد كأس العالم للأندية في حالة سوء النتائج، هل الكلام ده برضه صح ولا لا؟ هقول لك على تفاصيل مهمة، بس بعد ما تنتشر لايك للفيديو وتصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله. اشتركوا في القناة زي ما انتم متعودين، دايما بنبه عشان تدعمونا، وانتشر اللايك الجامد للفيديو عشان نواصل معاكم تقديم الاخبار. ايه موضوع الاشاعات اللي طالعه على النادي الاهلي في الفتره الاخيره؟ طبعا الاهلي في بطوله افريقيا تعادل، في الدوري برضو تعادل مع سموحه، وبطوله افريقيا ما قدرش يكسب، فرايح كاس العالم بمعنويات زي الزفت. يعني زي ما بيقولوا كده، مفيش حاجه تدي اي تفاؤل، مفيش اي حاجه تديك احساس ان الاهلي هيقدر يعمل نتيجه حلوه حتى قدام اتحاد جده السعودي او اوكلاند سيتي في حاله لو كسب. اما الواقع اللي احنا شايفينه ان مارسيل كولر بدا الموسم ده غير الموسم اللي فات تماما. فمن الغالب كده ان مارسيل كولر الاهلي اتسرع ان هو جدد له مثلا 3 مواسم قادمين. يعني انت عندك مارسيل كولر لسه قدامه لحد 2026، فيعني المده طويله وده استقرار للفريق. ولكن مارسيل كولر في حاجه غريبه بتحصل، هل هو شايف عروض خارجيه او شايف باصص للماديات خارجيا؟ بس انا شايف ان هو سعيد جدا في النادي الاهلي، ولا اللعيبه متخاذله، ولا اللعيبه متضايقه، ولا في ايه؟ مش عارفين المستوى ده ايه سببه. كابتن محمود الخطيب في التمرينات حذرهم وقال لو الاداء استمر على كده مش هينفع ان الموضوع يستمر على كده، ومش هيفرق معايا مين الكبير ومين الصغير، واي لعيب مش حابب يقعد في النادي الاهلي بره مع السلامه، من غير اي تفاصيل. انت ما تلزمناش مهما كنت انت مين ومهما كان اسمك ايه، فمش هتفرق. النادي الاهلي ما بيقفش على حد، وزي ما دايما متعودين في الحياه والدنيا، اللي بيجري ورا الفلوس يشبع. فمش هتدوم، وهتلاقيه في الاخر تاريخه كله اتمسح لان هو جري ورا فلوس، زي رمضان صبحي وزي غيره وزي غيره وغيره برضه. ناس كتيره قوي يعني جريت ورا الفلوس وفي الاخر ما حدش يعرف عنهم اي حاجه دلوقتي، وبيبوسوا ايد النادي الاهلي عشان يرجعوا، زي رمضان صبحي برضه. بنضرب بيه المثل دايما لان هو بيبكي بدل الدموع دم. لعيب سنه صغير وعايز يرجع النادي الاهلي ومش قادر لانه خلاص الباب اتقفل في وشه. اللي بيجري ورا الفلوس دايما خسران. تحياتي لكم واشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله. سلام.